في شوارع مصر القديمة في بيوت مقفولة محدش عارف سرها، شقق اتقفلت من سنين وكل اللي حاول يدخلها عمره ما خرج زي ما دخل. القصة اللي هتسمعها دلوقتي دي مش فيلم ولا قصة من الخيال، دي حصلت بجد ولسه الجيران لحد النهاردة بيسمعوا أصوات في الشقة دي بعد نص الليل. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو من دلوقتي. في منطقة الدق في القاهرة كان في عمارة قديمة من أيام الأربعينات، الدور الرابع فيها شقة واسعة جدا، بس الغريب إن مفيش أسرة استقرت فيها أكتر من أسبوع. الجيران كانوا بيلاحظوا إن كل عيلة تدخل الشقة تاني أو تالت يوم بيبدأوا يصرخوا في نص الليل، وبعدها بيسيبوا الشقة فجأة. أول عيلة دخلوا الشقة في الصيف، وفي أول ليلة الزوجة سمعت صوت خطوات تقيلة ماشية في الصالة رغم إن الكل نايم. قامت تشوف مين، لقت كرسي الصالة بيتسحب وبيتحرك لوحده قدامها. حاولت تصحي جوزها بس لقت الباب مقفول، وفي لحظة سمعت همس قريب من ودانها بيقول: اطلعوا من هنا، مش بيتكم. تاني عيلة كان عندهم طفل صغير عمره 6 سنين. بالليل الطفل بدأ يصرخ ويقول: في راجل واقف عند الدولاب بيناديني باسمي. لما الأب دخل يشوف لقى الدولاب مفتوح وفيه هدوم مرمية جوه، بس الغريب إنه شم ريحة بخور محروقة قوي. بعدها بأيام لقى الطفل خدوش على إيده وهو نايم. العيلة التالتة كانت آخر عيلة دخلت الشقة دي قبل ما تتقفل نهائيا. الراجل حكى بنفسه إنه كان بيصحى كل ليلة على صوت جر السراير من الأوضة التانية، ولما يفتح الباب يلاقي السراير في مكانها. الليلة الأخيرة وهو نايم حس بإيد بتخنقه وصوت حد بيقوله: احنا مش هنمشي، انت اللي لازم تمشي. بعد الحوادث دي العمارة فضلت فاضية، وأي حد كان بيعدي من تحت في نص الليل كان بيسمع صوت خطوات وجر أساس جاي من الدور الرابع. الجيران بيأكدوا إن لحد النهاردة مفيش حد قدر يقعد في الشقة أكتر من يومين. بعد ما الشقة فضلت مقفولة فترة طويلة، صاحب العمارة قرر يجيب مقاول ترميم علشان يوضبها ويأجرها من جديد. أول ما العمال بدأوا يكسروا في الحيطان اكتشفوا حاجة غريبة جدا. ورا حيطة بتاعت الأوضة الكبيرة لقوا فتحة صغيرة، شبه يعني شبه كأنها محفورة لجوه. الفتحة مقفولة بالطوب من زمان جدا، ولما كسروها لقوا ريحة معفنة طالعة من جوه، أكن في ريحة قبر. لقوا جوه بواقي هدوم قديمة مليانة دم ناشف وعظم صغير لطيور وقطط مدفون بطريقة غريبة. على الحيطان مرسوم رموز غريبة باللون الأحمر شبه طلاسم. واحد من العمال لما مسك قطعة القماش اللي كانت فيها دم من اللي كان موجودين فجأة وقع على الأرض، قعد يتشنج وصوته اتغير وهو بيقول: هو مش هيسيبكم، لسه هنا لسه هنا. صاحب العمارة اتخض وقفل الشقة تاني وقال: أنا مش هدخلها ولا هأجرها ولا هوضبها. ومن ساعتها لحد النهاردة الشقة دي اتشهرت في المنطقة إنها شقة الجن في الدقي، وكل الناس بتتفاداها حتى لو الإيجار ببلاش. الإشاعات اللي اتقالت عن أول ساكن للشقة كانت كلها مرعبة. الجيران الكبار في السن حكوا إن في الخمسينات كان ساكن فيها شيخ دجال معروف في المنطقة. الراجل ده كان بيستقبل ناس غريبة طول الوقت، وصوت صراخ بيتسمع من الشقة بالليل. ناس قالت إنه كان بيعمل طقوس سحر أسود جوه وبيستخدم دم الحيوانات في الطلاسم. في واحدة ست كبيرة كانت ساكنة في نفس العمارة لحد النهاردة، قالت: كنا بنشوف نور شمع أحمر منور من البلكونة آخر الليل، ونسمع أصوات ناس بتضحك وتصرخ مع بعض. وفي يوم فجأة الراجل اختفى ولا حد شافه تاني. بعد اختفائه أي حد حاول يسكن الشقة كان بيجري منها مرعوب، كأن الحاجات اللي كان بيعملها لسه موجودة ومسيطرة على المكان. والمرعب إن في ناس بتأكد إنك لو وقفت تحت العمارة الساعة 3 الفجر وبصيت للشباك اللي في الدور الرابع هتشوف ظل راجل واقف جوه الشقة رغم إنها مقفولة من سنين. ومن يومها الشقة لسه مقفولة ومحدش قادر يدخلها. كل اللي حاول يقعد فيها يا إما خرج يجري ملعوب، يا إما اختفى ومحدش عرف له طريق. والجيران لحد النهاردة بيحلفوا إنهم بيسمعوا أصوات خطوات زق عفش من الدور الرابع، ولو عديت من جنب العمارة في نص الليل ممكن تسمع الهمس اللي بيقول: ارجع المرة دي هتموت.